السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. الفطام السؤال التقليدي اللي بتواجهه كل أم مرضعة. الفطام يا دكتور يعني أوقف الرضاعة ولا أعمل إيه؟ لا، الفطام يا جماعة هو بداية إدخال طعام مع استمرار الرضاعة. بيبدأ إمتى الفطام؟ بيبدأ من الشهر السادس. طب في بعض الأمهات المتعجلات وبيبدأوا يدخلوا بداية طعام للطفل من الشهر الرابع، ده بيؤدي إلى السمنة الحقيقة. طب في بعض الأمهات بتتأخر عن الشهر السادس، ده برضو بيؤدي إلى نوع من أنواع الأنيميا اللي هو فقر الدم نتيجة عدم إدخال الطعام اللي هو الغني بالحديد اللي احنا هنتكلم عنه إن شاء الله في الفيديو ده. لأن لبن الأم طبيعي بيكون قليل نسبيا في عنصر الحديد اللي هو محتاجه الطفل الرضيع. طب يا جماعة احنا بننصح باستعمال والطبيعي ان احنا بنستعمل طعام واحد في كل مرة. بمعنى انا بدأت مثلا وهنقول عليها في جدول وهنركز معانا مع بعضينا قوي في الجدول اللي هيتقال بعد شوية ان شاء الله، ان احنا بنبدأ بطعام واحد في كل مرة. مثلا بدأنا بطاطس، كوسة، جزر، ما بنخلطش كله مع بعض مرة واحدة، لا بنبدأ بطعام واحد في كل مرة بالنسبة للطعام. طيب بالنسبة للفواكه الطبيعية يا دكتور بتنصح بيها؟ بننصح بيها بس بكميات معينة، يعني لا تزيد عن 120 ل 180 سنتي في اليوم. اللبن البقري بندخله بعد عمر سنة، والكمية بتاعته بتكون من عمر سنة لعمر سنتين بتكون 360 سنتي في اليوم. بعد عمر سنتين بيكون لتر في اليوم، لتر لبن على مدار اليوم كله. ده بالنسبة للبن البقري. طب يا دكتور ابني حب اللبن البقري أوي، ليه ما زودش الكمية بتاعته أكتر من ال 360 سم اللي حضرتك قلت عليهم من سن سنة لسن سنتين أو اللتر بعد سن سنتين؟ لأن يا جماعة البروتين اللي موجود في اللبن البقري بيعوق امتصاص الحديد اللي هو مفروض موجود في الأطعمة اللي أنا ببدأ أديها للطفل. وطبعا بننصح باللجوء إلى المواد الغذائية اللي هي يعني غنية بالقيمة الغذائية بتاعتها، وخاصة الحديد والزنك، طبعا زي اللحوم والأسماك والدواجن. طب يا دكتور بالنسبة للرضاعة الطبيعية، أنا أوقف خالص الرضاعة الطبيعية إمتى؟ أنا مش هرد عليكي، هو ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فطول ما حضرتك عندك القدرة على الإرضاع وربنا مديكي رزق في صدرك والطفل بيرضع، استمر في عملية الإرضاع، مع طبعا اللي هو إدخال الأطعمة، دي حاجة ودي حاجة، بس بتستمر برضو في عملية الرضاع إلى أن يقل لبنك خالص وتحسي إن هو خلاص يعني مفيش أي حاجة، فبيتوقف طبيعي عملية الإرضاع. بنبعد يا جماعة تماما عن السموم البيضاء. في حد يدي للأطفال هو دكتور سموم؟ السكر والملح والدقيق الأبيض نبتعد عنهم تماما، اللي هم بنسميهم السموم البيضاء. طيب في بعض الأطفال بنديها طعام مفيد وغني بالقيمة الغذائية بتاعته وبيرفضه، فالأم بتيأس. لا، حضرتك جربي مرة واثنين وثلاثة واربعة و10 مرات. ليه؟ هو الطفل مش عارف القيمة الغذائية بتاعت الطعام. انت عارفة كأم القيمة الغذائية بتاعت الطعام اللي انت بتديهوله، فلازم تحاولي معاه اكتر من مرة، ممكن لحد 10 و20 مرة لحد ان هو يبدأ يستسيغه، يبدأ يتناوله. نقطة أخيرة، دي كلها كانت مبادئ عامة في عملية الفطام، النقاط اللي أنا قلتها قبل كده. بنحاول نبتعد عن الأكل اللي هو المضروب في الخلاط ونستبدله إن هو يكون مسلوق وبهرسه أكتر بالشوكة، بيكون أفضل في القيمة الغذائية منه إن هو يكون مضروب في الخلاط، بيفقد إلى حد كبير قيمته الغذائية الموجودة في الطعام. دلوقتي يا جماعة
هنخش فيه نركز مع بعضينا قوي، كل مرضى تركز معايا قوي في الجدول اللي احنا هنقوله ده. تمسك ورايا ورقه وقلم او تعيد الفيديو مره واثنين وثلاثه، وبتسجل الكلام اللي احنا بنقوله ده في كراسه او ورقه تحطها على مكان ظاهر بالنسبه ليها، وتبدا تكتب اللي احنا هنقوله ده. هنبدا الاول، احنا قلنا الفطام هيبدا في الشهر السادس. ماليش دعوه بالامهات اللي هي بتفطم طفلها قبل كده، اللي هي بتستعجل في اطعامه، ماليش دعوه فيها، انا مش بتكلم معاها. انا بتكلم في الام العاديه الطبيعيه النموذجيه اللي هي هتبدا تطعم طفلها طعام تدريجي ابتداء من الشهر السادس. هنعمل ايه؟ هنقول ورا بعض. نمره واحد، الرضاعه الطبيعيه مستمره على مدار اليوم. يبقى دي نمرة واحد، الرضاعة الطبيعية مستمرة على مدار اليوم. هنيجي بعد كده على الساعة 12 الظهر، يبقى الصبح احنا ادينا الايه؟ الرضاعة. هنيجي على الساعة 12 الظهر وهندي موزة مهروسة. موزة مهروسة، مش موزة كبيرة، لا، حدود 30 جرام، حدود 30 جرام. يعني لو الموزة كبيرة حضرتك بتقيميها كده، بيبقى مثلا ايه؟ نصها او تلتها لو هي موزة كبيره اللي هو المستورد ده. انما لو الموز البلدي بتبقى في حدود ايه؟ نص الموزه او اقل شويه، وبتهرسيها وبتبداي تديها له. اديها له بايه يا دكتور؟ اديها له بمعالق بلاستيك اللي هي الجميله، الصنف الجيد المحترم، فرز اول اللي هو بديها الطفل بيه، او بديها له بصباعي. صباع الام من احسن الحاجات اللي هي بتطعم طفلها بيه. يبقى الساعه 12 الظهر هندي 30 جرام موز مهروس.